السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطة المكرونة الالوان كده بطريقة حلوة جدا، الوان روعة بجد. عايزة اقول لكم الريحة جميلة جدا والطعم تحفة. عايزة اقول لكم احنا من محبين المكرونة دي جدا جدا بجد، بيبقى طعمها حلو قوي قوي بجد، وتبقى خفيفة في الاكل بقى غير الصلصات والحاجات دي، وتغيير في الاكل. الالوان بتاعتها كده بتبقى مبهجة. الاطفال بيحبوا الالوان دي جدا، طبعا انتوا عارفين الاطفال بياكلوا بصعوبة شوية. والدريسنج بتاعها كده شايفين لونه روعة وشكله روعة بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. حابة اشكر كل الناس اللي بتدعمني ومتشكرة لكم جدا بجد، وكلنا بنكبر مع بعض وبعض. ندخل مع بعض في الخطوات عشان ما اطولش عليكم، نشوف مكونات سهلة وبسيطة جدا موجودة في كل بيت، ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. عندي هنا عودين بقدونس وشبت وكزبرة مشكلين على بعض، عندي فلفل الوان مشكل برضو، طبعا ده المتوفر عندك اعمليه مش مشكلة، احنا مش مرتبطين بحاجة معينة. عندي نص جزرية مبشورة، طماطمية متقطعة مكعبات، هنضيف عليهم فصين توم بحبة ملح وفلفل اسمر وكاري وكمون، حاجة بسيطة جدا. دي عندي مكرونة ملونة، طبعا عندنا اطفالنا كلهم بيحبوا الحاجات اللي بتشد النظر شوية، والله واحنا كبار كمان بنحب شكل الحاجة يكون حلو. انا عندي دي تشكيله مكرونه، حاطه مكرونه الوان على مكرونه بيضه كده بالشكل ده. وهنا ضايفه عندي مكرونه ملونه برضه عاملاها في البيت، ضايفه عليها الوان صحيه. معلقه خل كبيره، معلقتين زيت زيتون، معلقه عصير ليمونه كبيره، او يعني معلقتين عصير ليمون. تمام كده، هدي كل المكونات اللي معايا، مكوناتها سهله جدا وبسيطه. هندمج بقى المكونات على بعضها ونشوفها عامله ازاي. وكده انا فضيت المكرونه بتاعتي في طبق كبير كده بالشكل ده، ابتدي اضيف المكونات بتاعتي. نضيف كده معانا بالشكل ده، طبعا حسب الكميه اللي موجوده عندك، مش شرط انك تحطي كميه كلها. معلش بقى صوت العيال في الشارع، انتوا عارفين منطقه شعبيه وكده. وكده انا دمجت كل المكونات مع بعض. هضيف بقى الخل بتاعي كده وعصره ليمون، هضيف بس جزء منها واسيب حبه في الاخر اعملهم دريسنج كده نضيفه على الوش. هناخد نصهم كده، نص الكميات، ونقلب كده كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الالوان مبهجه جدا وشكلها تحفه بجد، الوانها روعه. عايزه اقول لكم كمان طعمها بيبقى حلو قوي قوي بجد يعني. شايفين كده الشكل عامل ازاي؟ الدريسنج كل ما بيكون كتير كمان بيدي طعم حلو قوي، مع التوم بقى مع التوابل اللي بتتحط دي بيخلي طعمها روعه بجد. بصوا هي شكلها لوحده كفايه يعني. بس كده خلصت معايا سلطه المكرونه بتاعتي، طعمها حلو قوي 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 بجد يعني. عايزه اقول لكم احنا من محبيها جدا، بنحبها جدا بجد، سواء بيضه سواء ملونه بنحبها، طعمها حلو جدا بجد، وصحيه طبعا احسن بقى من الطماطم والصلصه والكلام ده. بس كده خلصت معايا، نقدمها بقى ونشوف شكلها. وكده حبايبي خلاص خلصنا سلطة المكرونة بتاعتنا كده بالشكل ده، شايفين الوانها تحفة بجد. يا رب تكون سهلة عليكم ان شاء الله، تجربوها. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم.